بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل على الغدا شوية عدس، في احسن اكلة تدفي في الشتاء والسقعة. تعالوا نشوف الطريقة والمكونات ايه. هنا معانا جزرتين صغيرين هنخرطهم حلقات، ومعانا بطاطاية خرطتها برضو مكعبات، ومعايا 3 وحدات من الطماطم، كلها هنقطعهم مكعبات. ادي هنا الجزر والبطاطس كنت مخرطتها، وقشرت توم كام فص كده، وهنحطه سلام يعني مش هندق ولا هنعمل حاجة فيه. ده التوم، والبطاطس مقطعينها مكعبات، وادي الطماطم هنقطعها برضو ايه مكعبات، مش هنصغرها. وتجيبي العدس وتنقيه وتروحي غسلاه غسلة حلوة مرتين كده 3 لحد ما تلاقي ميته صفيت. تروحي حاطة مية على النار وحاطاه. هنا خلصنا اهو تقطيع الطماطم، وهندخل بقى ايه نشوف. وادي التوم، بس انا محطتش الكمية دي كلها من التوم. هنا بقى غسلنا العدس اهو، وهنحطه بقى في المية على النار. صفيه من المية وتروحي حطاه. العدس بصراحة من الأكلات الجميلة المغذية، وتدفي جدا في الشتاء، ومغذية وكلها فوايد، وسهل وبسيط. وادي هنا الطماطم والبطاطس والجزر حطيناهم، وهنحط كمان الطماطم معاه، وهنحط التوم اهو كام فص كده، حوالي 5 6 كده. تروحي حطهم سلام يعني مش هنخرطه ولا هندق، تحطيهم معاهم ياخدوا غلوة معاهم. وتروحي حاطة كمان البصلاية مخرطاها مكعبات، وتسيبيهم بقى يغلوا كلهم مع بعض، العدس مع الخضار، وتغطي عليه وتسيبيه يغلي لحد ما يستوي. عايزة بقى تعمليه شوربة اعمليه، واعملي منه فتة عدس. عايزة تعمليه بشعرية، انا النهاردة هعمله بشعرية. في ناس بتحط له لسان عصفور، بس احنا بنحبه بالشعرية بيبقى خفيف. هسيبه بقى يغلي مع بعضيه واشوف ورايا ايه. هو بصراحة من الأكلات السهلة، وبتسد في اليوم يعني، بتسد مش فاضية أو وراكي حاجة، بتسد معاكي. اهو هنا خلاص، انا بشوفه هنا استوى ولا لا. اهو الخضار تشوفيه، الجزر استوى اهو. هنشوف كمان البطاطس استوت، يبقى كده خلاص. هتروحي طافية عليه وتسيبيه بقى لما يهدى خالص من الحرارة اللي فيه ويبرد كده، تروحي ضرباه بقى في الخلاط. هنا هسيبه هنا لما يهدى خالص وارجع له تاني. هنا خلاص كان برد، وهنحطه بقى في الخلاط نضربه عشان نسويه. انا هعمله بشعرية، هما حبة شعرية ما تجوش نص كوباية شعرية، وتحطي لها بقى معلقة سمنة اللي موجودة عندك، سمنة بلدي، سمنة هولندي، زيت ذرة، اي حاجة، كله بيعدي وكله بيمشي. مشي اليوم واكلة، وربنا يطرح البركة ويزيح الغمة عننا. اهو هنا ضربته، وهروح بقى اعمل الشعرية. انا هنا حطيت معلقة سمنة كبيرة، واهو
حبة شعرية صغيرين وأقلب بقى فيها لحد ما تصفر. المهم ما تسيبيهاش بقى، تفضلي ايدك فيها عشان كلها تاخد لون واحد وتبقى اللون الذهبي، ما تغمقيهاش. وتكوني محضرة بقى العدس خلاص، ضربتيه وخلاص بحيث ان هي تصفر تروحي رميها عليها على طول. حطي بقى جنبيه شوية سلطة خضرة، بصل اخضر، لفت، اللي موجود بقى حطيه، مخللة زيتون حطي، ليمون معصفر، اللي موجود جنبه، وبصراحة بيأكل. اهو تفضلي تقلبي فيها كده بس لحد ايه ما تصفر عشان ما تلسوعش منك. هنا خلاص هحط بقى العدس عليه اهو. وهروح اجيب الباقي لان انا كنت اسماه يعني على مرتين، اكمل الباقي واجي بقى اكمل عليه واروح بقى محققاه، حطله بقى الملح، حطله الكمون اهو. وايدك بقى ما تسيبيش التقليب لان هو الشعرية بتلزق لو سبتيها. هنا هنحط معلقة ملح ومعلقة كمون بس، وتقلبي بقى. ايوه تفضلي بقى تقلبي فيه كده لحد ما تستوي الشعرية خلاص. كده خلاص كان استوى. يا رب الطريقة تعجبكم وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه. اذا عجبتكم شير ولايك واشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. ودي طريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمه بيبقى خطير. تغرفي بقى وتحطي لولادك وربنا يهدي الحال يا رب وييسر الامور. هنا خلصت وغرفت، حطيت جنبي شوية لفت ولونه ما شاء الله كهرماني. يا رب يعجبكم.